يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان كريم عليكم. عايزة أقول لكم قد إيه مبسوطة جدا. أيام حلوة وأيام جميلة، روحانيات حلوة قوي. ربنا يا رب يتقبل مننا جميعا. طبعا النهاردة هعمل معاكم الخشاف، وكمان هعمل الخروب والصوبيا. دول معتمداهم دايما في رمضان، يعني بحب قوي قوي يعني على مدار كده الأيام. كل شوية بغير كده في العصاير، بس ده أساسي يعني. أول حاجة هبدأ بالخشاف. الخشاف بتاعي بقى عبارة عن إيه؟ حبة قمر الدين صغيرين، قراصية، تين مجفف، مشمشية، وزبيب. دي كل المكونات. تمام. بجيبها بقى بقطعها. بعمل يعني على قد مثلا يومين بالكتير. ما تحاوليش تزودي في الخشاف ان هو يقعد في التلاجة كتير عشان ما يتخمرش مننا. فبعمل على قد يومين، مش بكتر قوي. اول حاجه طبعا عندي القراصيه بالنوى بتاعها، بشيلها وبقطعها. يعني مقطعه كل حاجه جاهزه قدامكم، فاهمين يعني؟ شايفين اخر الجمال يعني. وهنزل بقى بكل ده مع بعض. هكون بسخن في الكاتل ميه سخنه، عشان يعني فاهمين ان هو يطرى معايا بسرعه. لو انتم مش مستعجلين عليه مفيش مشكله، من قبليها بالليل بنبل الخشاف ده وبنحطه في التلاجة ونسيبه بقى ايه، يعني ياخد من بعضه. مفيش سكر خالص. اوعي تحطي سكر في الخشاف، هتضيعي طبعا القيمة بتاعته الغذائية. اولا، ثانيا مش هيبقى طعمه حلو ابدا، ان هو طبيعي الحاجات دي كلها مسكرة، سكر طبيعي. بس يا ستي، هجيب بقى المية السخنة وهغطيه، هغطي الوش كله. تمام، هغطيه بالمية السخنة وهسيبه يبرد شوية بره، ونحاول نغطيه عشان البخار ينزل على الفواكه كلها وتطرى خالص وتنزل المية والسكر بتاعها. نيجي بقى لتاني حاجة، الخروب. الخروب بتاعنا سهل قوي. بصوا، قطع خروب اللي هي الصغيرة دي المجروشة، وكمية سكر زي ما انتوا حابينه، سكره خفيف، سكره تقيل، وسط. ده بقى حسب اختياركم انتم. اول حاجة هجيب حلة، هنزل بالخروب. بحب اجيبه مجروش عشان بيبقى اسهل في العمايل يعني. وهنزل عليه بكميه السكر. انا حوالي ضفت نص كوبايه من السكر. عارفين بقى اللي هو بقى ايه التحميصه؟ انا بحمص الخروب مع السكر بيكرمل. تمام. فبكرمل بقى السكر مع طبعا بدون اي اضافه ميه خالص دلوقتي نهائي. تمام، زي ما انتم شايفين كده على الناشف. هقلب كويس قوي. هياخد معانا شويه وقت مش كتير. وانت بقى بتعملي الغداء، بتعملي الفطار وبتظبطي حاله المطبخ وكده، بتقعدي تقلبي فيه شويه. بصوا لحد ما تلاقوا تكرمل، ريحه بقى الخروب بيطلع، والسكر ما بتلاقيهوش داب خالص واتكرمل خالص في الخروب. بنزل عليه بميه سخنه، بس خلي بالك بصي يعني بيفور جامد قوي. فواحده واحده، ما تنزليش مره واحده بالميه. لما تهدى تكملي بقى. بس ما نحطش ميه كتير يعني، جزء مثلا حوالي كوبايتين ميه، مش اكتر من كده. ودي كوبايه خروب. تمام. بعد كده بقى بجيب ميه عاديه خالص من الفلتر او يعني ميه عاديه. تمام. مش سخنه. وبنزل عليها بخفف بقى الخروب. فالخروب اوريدي بيبقى مركز قوي في الجزئيه دي، لكن لما بنزل عليه بالميه بيتخفف، بيبقى معقول. في ناس بتحط عليه عسل اسود، حابه تحطي. انا عامه بحبه كده يعني، خروب خروب. وبس كده الخروب بتاعنا خلص، وبسيبه برضو يبرد شويه. اخر حاجه هنيجي للصوبيا. الصوبيا برضو بسيطه وسهله. هنجيب البودر من بره. وعندي اللبن، طبعا اساسي لبن. عندي بقى اختيارين، يا اما ميه ورد يا اما فانيليا. تمام. اللي حابب يحط فانيليا حطي، اللي حابه تحطي ورد حطي، اللي انتوا عايزينه.
وكمان في شوية من جوز الهند. فأنا ضفت مَيّة ورد بصراحة، حطيت مَيّة ورد لإن بتدّيها طعم أحلى كتير. وبانزل بقى باللبن والبودر، وبانزل كمان بالسكر. نسيت أصور لكم مقطع السكر، معلش، صيام بقى. وبعد كده يا ستي هانزل بجوز الهند، تمام. عايزة تزودي مَيّة، عايزة يبقى كلّها لبن، أنا بصراحة زوّدت شوية مَيّة، تمام. بحيث إنها ما تبقاش كلّها تقيلة، يعني لو كوبايتين مَيّة حطّي قصادها كوباية إلا ربع، كوبايتين لبن حطّي قصادها كوباية إلا ربع مَيّة. وبس هاضرب بقى بالهاند بلندر، وأكون كده بقى خلّصت خلاص الخُشاف كلّه، وكمان الخروب والصوبيا. بس أدي كده مشروبات سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. هنعمل مشروبات برضه تانية ومختلفة كتير إن شاء الله في خلال شهر رمضان. أشوفكم على خير بقى في الفيديو الجاي، وصومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا. باي باي.